فلوسِك ليه ترميها وبالغالي تشتريها، وأنتِ تقدر توفّري فيها وبطريقة عمايلِك هتعرفي الفرق بين الاتنين. تابعي معايا الفيديو، صلّوا على النبي في بداية الفيديو كده نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واحب أرحّب بكل اخواتي اللي داخلين معانا جديد بالقناة، وكل اخواتي اللي بيتابعوني، كلّكم وجودكم شرف ليّا في قناتي المتواضعة. أتمنى إن أنتم تدعموني دايمًا باللايك والشير وتفعلوا الجرس. معلش يا جماعة كنت أنا بس صوتي متغيّر عشان فعلًا تعبانة، والله ما كنت قادرة أمنتج معاكم الفيديو، بس ربنا يعينّي يا رب. طبعًا أنا باعمل معاكم طريقة حلوة أوي. فعلًا إحنا بنشتريها من برّه غالية جدًا، ما بتتعملش بالطريقة اللي إحنا عايزينها، وعشان تشتريها بالطريقة اللي أنا باقول لِك عليها دي، اللي أنتِ هتعمليها في البيت هتشتريها غالية جدًا. وعشان تشتريها اللي هي الرغيفة ب10 جنيه ده، يبقى أنتِ كده بتدمّري نفسِك وبتدمّري أولادِك. والله العظيم يا جماعة العجينة بتاعتها بالفعل اتعملت قدّامي، أنتم لو تعرفوا الخلطة بتاعتها بتتعمل من إيه، والله ما حد هيجيبها نهائيًا. أي ست بيت شاطرة فيكم تقدر إن هي تنفّذ الطريقة دي، سهلة جدًا، مش فيها أي حاجة صعبة، مكوناتها خفيفة. وأقول لكم أنا عملتها بكام والله العظيم من غير أي حوارات خالص. جبنا بولة فاضية، جبنا 4 كوبايات دقيق بالكوب المعياري ده، نخلّاهم كويس. طبعًا أنتم شايفين الطريقة من غير ما أتكلم. بنفس الكوب المعياري جبت كوباية مَيّة سخنة أو دافية، حطيت فيها كيس خميرة، حطيت فيها معلقة سكر، وهنا دي مَيّة دافية يا جماعة، هنزود لها شوية ملح. أنت بتحط الملح في المَيّة عشان لو في ملح مخرّص أو حاجة يدوب في المَيّة، بحيث إن العجينة تكون كلّها معاكِ طعم واحد، ما يبقاش مكان مثلًا مالح ومكان عادب كده يعني. قلّبناها كده لحد ما اتأكدنا إن الخميرة مضبوطة، هنبدأ إن إحنا نضيفها على العجين، ونبدأ إن إحنا نعجنه عجن كويس. لو عرفتوا الخلطة دي إيه يا ريت تقولوا لي هنا كده أنتم عرفتوا الوصفة اللي أنا باعملها دي إيه. وأتمنى إن أنتم ما تبخلوش عليَّ باللايك، لو أطول إن أنا آجي أمسك إيديكم كده أحط اللايك، والله اللايك مش هيخسركم حاجة يا جماعة، بس صدقوني بيفرق معايا كتير. كل ما اللايكات بتزيد كل ما باوصل لأكبر عدد من الناس إن هي تقدر تشوف الفيديوهات بتاعتي وتقدر توصل لكم. طبعًا هنعجنها عجن كويس. المَيّة قد إيه يا عزة؟ مش هاقول لكم المَيّة قد إيه، لإن المَيّة دي حسب نوع الدقيق معاكِ. على فكرة الدقيق ده يا جماعة مش دقيق أبيض، الدقيق ده دقيق قمح. كانت ماما عاطياني الدقيق ده، فبدأت إن أنا أعجن منه. أي دقيق عندِك، دقيق قمح، دقيق أبيض، مش فارق معاكِ. المهم إن هو يطلّع معاكِ حواوشي درجة أولى. يالّا قُلت لكم أهو. هنعمل معاكم خلطة الحواوشي بطريقة جميلة جدًا، وطريقة نضيفة وطريقة حلوة. والله العظيم يا جماعة الحواوشي اللي بيتعمل ده أقسم بالله ما بيتحط فيه لحمة، والله ما بيتحط فيه لحمة نهائيًا. عارفين بتتعمل من إيه؟ عارفين الكرشة اللي هي بتبقى قلب لا مؤاخذة في الكلمة يعني قلب الجاموسة، بطن يعني اللي بيبقى في الأمعاء بتاعة الجاموسة، أيوه الأمعاء، عارفينها بتاعة المواشي. دي بياخدوها بيغسلوها غسيل يعني نوعًا ما، بياخدوها يروحوا يفرموها بشوية بصل، ويحطوا عليها بروتين أو فول الصويا اللي أنا هاوريه لكم دلوقتي، وبهارات بقى على منكهات أطعم وحاجات من دي مكتسبات للطعم يعني وكده، وهو ده الحواوشي. كده خلصنا من العجينة وغطيناها بالstretch لاب وضبطناها. هنبدأ بقى نعمل إيه الخلطة التانية. المرحلة التانية هنجيب 4 بصلات حلوين. والله العظيم يا جماعة أنا كنت جايبة حرفيًا يعني أقل من نص كيلو لحمة، أقل من نص والله، مش نص كيلو لأ أقل كتير. يعني أنا كنت جايبة بالضبط حركة 300 جرام لحمة، 300. ده كان نص كيلو، عملت منه حاجة واتبقى معايا حركة 300 جرام لحمة. 300 جرام يعني عملوا معايا كمية حلوة. هنا طبعًا هنبدأ إن إحنا تابعوا معايا بس الخطوات واحدة، وهتعرفوا أنا عملت إيه. هنكور العجينة كده، عايزة تعمليه بعيش من اللي هو الأبيض بتاع المطاعم ماشي، بس صدقيني بالطريقة دي حلوة أوي، جميلة جدًا، بتدّي طعم حلو. الخلطة اللي جواها بتستوي عشان البصل وعشان الحاجات دي كلها بتبدأ إن إحنا نعملها. هنا البصل ما بابشروش، البصل هنا باحاول إن أنا أعمله في الكبة، بس فرم ناعم أوي، أو في المطحنة، تمام، يعني تعمليه فرم ناعم أوي. هنا هنكورها، كل رغيف حواوشي هيبقى 2. على فكرة العجينة كمان كانت لسه ما خمرتش الخمر بتاعها اللي أنا عايزاه. طبعًا هنعد هنا معانا عملنا كام واحدة، عملت 13 رغيف حواوشي. طبعًا الرغيف الحواوشي بيتباع من ده
الحجم الجامبو بيتباع عامل 30 جنيه الواحدة، عاملة 30 جنيه، ومش لحمة زي ما أنا بقول لكم، كلها بتتعمل من أمعاء الجاموس أو البقر، طبعا كلنا عارفين الحاجات دي. ده البروتين أو الفول الصويا اللي أنا بقول لكم عليه، بنجيبه من العطار، بننقعه في مية لحد ما نحس إن هو تمام، باش معانا كده. بعد كده بنبدأ إن احنا نستخدمه كده. حطينا هنا اللهم صل على النبي الفول الصويا أو البروتين، حطيت اللحمة المفرومة، حطيت البصل، طبعا دي البهارات اللي عندك كلها حط منها، أي بهار عندك حط منه. طبعا أنا فتحت الغطا كله لأن أنا طبعا ماسكة في التليفون في إيدي. ده توم بودرة وبصل بودرة، 7 بهارات، فلفل أسمر، كزبرة، كمون، بهارات اللحمة، أي نوع بهارات عندك حطها، لو مش متوفر عندك بهارات الحوش زي كده بحب أضيف البهارات كلها، بتدي طعم خيالي بصراحة. طبعا هنضيف كل البهارات الموجودة عندنا. عايزة تحط، بصي هي البهارات حسب الطعم اللي انت حباه، انا مش هقولك حطي ايه، بس حسب الطعم اللي انت حباه. بس انا عشان جربت كل البهارات اللي عندي اقسم بالله طلعت طعمه حكاية حكاية حكاية. وعملت تركاية كده في الاخر، بس انا ما وريتهاش قدامكم، بس انا اقول لكم عليها للامانة برضه، ما صورتهاش، بس انا اقول لكم عليها برضه. دي طبعا هنا الخليطة زي ما انتم شايفين، هنبدأ نعمل كور. دهنت ال اللهم صل على النبي، انا مالي كده مش عارفة اتكلم ليه. اعذروني معلش والله العظيم، لان انا فعلا حرفيا مش قادرة. المهم دهنت البتاع زيت، وبدأت ان انا احط عليها الخليط. هنعملها كور كده، كل كورة على قد الحوشية. عملنا كام واحدة؟ عملنا 13 كورة قصاد 13 حوشية. احنا قلنا كل 2 من دول هنعمل بهم حوشية، كل 2 متفقين ولا متفقين؟ هنا طبعا جبنا الصينية اللي هنستخدم فيها اعذروني لان والله العظيم ولادي طلبوا منا الوصفة دي الساعة 11 بالليل. اه والله كنا برا، فجبنا اللحمة المفرومة نستخدمها يعني وكده في البيت. لا يا ماما لازم تعملها لنا دلوقتي، احنا عايزين يا ولاد ده بالنهار، لا دلوقتي. قلت لهم خلاص تمام مفيش مشكلة. هنجيب الصينية ندهنها زيت كويس، تمام. وهنبدأ ان احنا نخبز احنا قلنا كل 2 هنجهز كل 2 ونحط فيهم العجين بتاعنا او الخليط بتاعنا. طبعا بوسع على نفسي كده عشان ايه ما نستخدمش حاجات كتير ونبوظ الدنيا يعني حوالينا. شوفوا من الاستعجال وحش قوي. اه والله الاستعجال وحش قوي. عملت واحدة نشيلها في جنب، ونبدأ نعمل التانية عشان نقدر نجهز الحواوشي مع بعض. طريقته سهلة والله، والله العظيم طريقته سهلة جدا جدا، وأوفر لك من إن أنت تجيبي الحاجات دي كلها من بره. إن أنت نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق وقولي ب100 جنيه لحمة مفرومة. عملت معاكي 13 حواوشية، وفضل معايا والله خليط عملت بيه عيش. طلبوا مني عيش تاني اللي هو العيش بتاعنا، العيش الفرن ده، العيش اللي بتاعنا احنا. عملت لهم بيه برضه حواوشي. والله دهنته زبدة ودخلته الفرن، اخد لون وكان طعمه حلو قوي بصراحة. طبعا طريقة سهلة وطريقة بسيطة ما فيش فيها اي حوارات ولا اي افتكاسات، وحاجة نظيفة، حاجة انت ضمناها على ايدك. والله العظيم يا جماعة اقسم بالله ويمين اتحاسب عليه ان انا شفتها بالفعل حرفيا بتتعمل قدامي. حاجة كده بيسموها فم المعدة في في الجاموسة او في البقرة. بياخدوا البتاع دي بي... بياخدوها يغسلوها. تعرفين بقى طبعا غسيل الحاجات دي مش زينا طبعا، والحاجات دي على فكرة احنا بنرميها مش بناكلها. بيغسلوها غسيل حلو، وبعد كده بيروحوا يفرموها مع بصل مع توم بقى، فاهمين طبعا البصل والتوم كفيلين ان يشيلوا اي حاجة، مع شوية دهنة اللي هو الدهن اللي هو السمين. ويبدأ يحطوا بقى عليها البهارات والمنكهات والحاجات دي والبروتين. البروتين اللي هو فول الصويا اللي انا وريته لكم ده. هي دي الخلطة اللي هما بيعملوها، وبيحطوا عليها شوية بابريكا عشان يحمروا اللون. اقسم بالله العظيم بنفس الوضع كده. فبقول بقول للشخص اللي هو الجزار اللي كان بيعمل الحاجة قدامي ده، فبقول له انت الكيلو فيها بكام؟ قال لي ب180 جنيه. قلت له الكيلو فيها ب180؟ ده انا شايفة الست بتبيع الكيلو في هو الفم المعدة ده اللي انا بقول لكم عليه ب20 جنيه. والله العظيم الكيلو فيها ب20 جنيه.
في ناس بتحب تاكلها، بس أنا لأ مش باكلها يعني، بس أنا عندي حُب استطلاع كده أمّا باشوف حاجة أسأل عليها. باقول لِك كيلو فيها ب180 جنيه، شوية دهنة على شوية فُم المعدة ده أو أمعاء الجاموسة، هو ده. في ناس عندها ضمير بقى بتعمل ممكن تحط فيها حتة لحمة، بس أنتم عارفين الحواوشي اللي فيه لحمة ده بيبقى عامل إزاي. وعلى فكرة يا جماعة الفول الصويا بيبقى عامل زي اللحمة المفرومة، نسبة الحديد بتاعته قوية جدًا، أمّا بتخلط معاه الحاجات دي أنتِ تحسي إن لو أنتِ حطيتيه مع في الكفتة، وفي ناس كتير عارفاه، لو اتحط في الكفتة تحسي إن الكفتة لحم صافي، لإن هو نفس السمك بتاع اللحمة المفرومة ونفس المطة كده، فاهمين؟ طبعًا هنا خبزنا الكمية، وباوريكم برضه واحدة واحدة بنعمل إيه، وأنتم طبعًا متابعيني وشايفين أنا باعمل إيه خطوة بخطوة، طريقة سهلة وطريقة بسيطة، مش فيها أي حوارات ولا أي افتكاسات زي ما أنا قُلت لكم، هتقدري تفرحي أولادِك، تفرحي بيتِك، تعملي الكمية اللي أنتِ عايزاها. زي ما قُلت لكم عملت 13 وفاض معايا كمان فاض معايا لحمة كتير، عملت لهم منها والله العظيم ولسه في الفريزر جوّه برضه لحمة من الخليط ده. هنا طبعًا دخّلنا الفرن شايفين ما شاء الله بدأت تتغلغل كده في الفرن وتقِب معانا كده تتنفخ، الله يا حركاته يا جماله، طَب بذمكم تستاهل قد إيه؟ وأخيرًا وصلنا لمرحلة التقديم، إيه رأيكم؟ والله العظيم لسه في الفرن، إحنا عملنا 13، إحنا كده معانا 8 دي صينيتين، دول صينيتين، عملنا الصينية كان فيها 4، إيه رأيكم؟ اللمعة اللي فوق دي بقى اللي هي للأمانة اللي أنا قُلت لكم عليها ده الزبدة، جبت مكعب زبدة سيّحته ودهنته بالفرشة كده عليها خلّى طعمها في حتة تانية خالص، قدّمت معاها شوية مخلل، كاتشب، خيار، أي حاجة أنتِ عايزاها، وأقول لكم أحب أشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله، أقول لكم مع السلامة يا غاليين.